السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. شايفين الفول المدمس التحفه ده؟ عاملينه رمضان ان شاء الله. تعالوا اقول لكم على المقادير وازاي يطلع معاكي فاتح كده وما يسودش معاكي خالص. كل ده بمكونات بسيطه جدا وكلها في مطبخك ومش هياخد معاكي وقت. يعني لو قلتلك على المقادير والطريقه بالظبط مش هياخد معاكي وقت خالص في السوى. وهتعمليه في الدماسه. لو ما عندكيش دماسه فول ممكن تعمليه في حله. وبعد كده شايفين بقى بنعمل الفول ازاي. هو طبعا سخن، فبنحط له بقى برضو مكونات قليله جدا. هنحط له ملح وشطه وكمون بس بيبقى طعمه تحفه جدا. طبعا او نص ليمونه. بحضر معاكم طبق الفول، بعد كده هقول لكم بقى انا عملته ازاي من الاول وبالخطوات. مش هياخد معاكم وقت جدا، يعني بص مش هياخد معاكم وقت خالص، وهتعملوا بكل بساطه مش هتحتاجوا تشتروا من بره اصلا. شطه وهحط ملح. طبعا الشطه دي اختياري، وزي ما قلت لكم اللي عايز يحط طحينه، اللي عايز يحط زيت، اللي عاوز يحط ليمون. بس الليمون بتبقى طعمها تحفه، بحط معاها ليمون يعني، بس انا ما تصورش معايا في الفيديو. وكمان بيتهرس معاكي بكل سهوله، وتبقى تعمليه على طول بقى في طول شهر رمضان. هتعمليه على طول، مش هتحتاجي انت تشتريه من بره خالص، يعني نهائي نهائي بتشتري من بره. تعالى اقول لكم بقى على المقادير بتاعته. بصوا انا دوت الطعم بتاعه تحفه ولذيذ. انا بعمله على طول دايما بالطريقه دي وبيطلع معايا جميل. وزي ما قلت لكم هقول لكم مش هيحتاج معاكم وقت خالص، ولا هتحتاجوا ان انتوا تحطوه على البوتاجاز 4 ساعات ولا اي حاجه من الحاجات دي. طبعا سيبته يهدى خالص وبعد كده هحطوه في اكياس. هتشوفوا معايا في اخر الفيديو. اول حاجه انا جبت نص كيلو فول، وجبت حله هنقعه في الحله بقى. انا نقعته يوم كامل في الحله. هغسله طبعا كويس جدا. تغسليه كويس، لازم تغسليه كويس جدا. وبعد كده تنقعيه في ميه لمده يوم كامل. اهو ميه ساقعه جدا عادي من الحنفيه. وهحصر عليها نص ليمونه ومعلقه صغيره من السكر. السكر والليمونه ميزتهم ان هما ما يخلوش الفول يسود معاكي لما تيجي تسويه، والليمون هيخليه دايما معاكي فاتح. اهو عصرت نص ليمونه وهحط نص معلقه صغيره من السكر. هبتدي اقلبهم كده مع بعض وهغطي الحله بقى وهسيبها على الرخامه عادي لحد تاني يوم. بس تاني يوم بقى لما جيت اسويه غسلته. شايفين بقى ما شاء الله تحس الكميه زادت معاكي في الحله. غسلت بقى 4 معالق من فول مدشوش، وهحط بقى برضو 4 معالق زيهم العدس. وهحط بقى انا بشرت جزرتين. ابشري بقى الكميه اللي انت تحبيها. الجزر ده تحفه، بيخلي لون الفول جميل جدا. هقلب بقى دول كويس، وبعد كده هجيب دمسة الفول وبعد كده احط فيها بقى الفول زي ما انتوا شفتوا معايا. طبعا في الوقت ده انا بكون غاليه ميه، بغلي ميه عشان لازم تحطي ميه مغليه. وكل ما هتحطيها على البوتاجاز كل ما تنقص معاكي الميه لازم تحطي ميه مغليه، ما ينفعش تحطي ميه ساقعه. اهي
الفوارة. بعد كده هنحط بقى الفول فيها، بالفول مدشوش بالعدس بالجزر. طبعا مش هحتاج ان انا احط ليمون تاني عشان انا كده حطيته في الاول من اول ما نقعت الفول. اهو بقى انا بسوي في الالمونيا عشان بيخلي كمان توزيع المية بتتوزع فيه بكل سهولة. اهي مية مغلية جدا جايباها من شايفين انت البخار بتاع المية. هحطها بقى على عين العالية اول ما تغلي غلوتين 3 كده، وبعد كده هحط عليها هولعها شمعة خالص. غلت كده اهو، هولع عليها شمعة يعني شمعة متظهرش خالص، وبعد كده هغطي عليها زي ما هي وهسيبها بقى على النار لحد ما يستوي. اهو بعد ما استوى وكده وبرد معايا هبتدي زي ما قلت لكم ما خدش معايا غير ساعة بس على البوتاجاز وعلى نار اللي هو هادية جدا. اهو بعد ما طبعا لازم يبرد جدا، ما ينفعش تحطيه في اكياس وهو سخن، برد. وبعد كده هبتدي احطه في اكياس على حسب الكميه اللي انتوا طبعا على حسب كميه العيله عندك. انا كفت معايا الكميه دي كلها نص كيلو فول، وكمان اخدت منه يعني طبق كفه معايا. اخد معايا 5 اكياس على 5 مرات هتعمليه، وده نص كيلو. انت لو جبتي كيلو كمان هيعمل معاكي كميه كبيره. اهو بعد ما حطيته بقى يلا، يا رب يكون الفيديو عجبكم. عليكم اشتركوا في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.